مرحبا بالجميع، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وشكرا. قبيلة بني رزين، تاريخ وهوية. تعد قبيلة بني رزين أو كما تعرف أحيانا ببني أرزين إحدى القبائل الأمازيغية الهوارية العريقة التي ارتبط اسمها بتاريخ المغرب والأندلس على حد سواء. فهي قبيلة ريفية تقع حاليا ضمن تراب إقليم شفشاون، وتحيط بها قبائل متيوة والبحر وكتامة وبني خالد وبني سميح وتغطي. مساحة تقدر بحوالي 153 كيلومترا مربعا، وقد امتزج تاريخها المحلي بتاريخها المجيد في الأندلس، حيث لعبت أدوارا محورية في حقبة ملوك الطوائف. الجذور والهجرة نحو الأندلس. ينتمي بنو رزين إلى بطون قبيلة هوارة البرنسية التي غادرت شمال المغرب في وقت مبكر مع جيوش طارق بن زياد أثناء الفتح الإسلامي للأندلس، وقد استقروا أولا بقرطبة حيث عاش جدهم الأعلى رزين البرنسي، وهو من كبار القادة البربر الذين برزوا في جيش الفتح. ارتبط اسمه بعدة معالم تاريخية، من بينها مدينة الرصافة التي اختطها، ومسجد رزين بالربض الغربي، إضافة إلى بساتين الزيتون التي كانت مجاورة لعين قبش والتي عرفت بجودتها، حتى أن عبد الرحمن الداخل اقتناها من ورثته. دولة بني رزين في الأندلس. مع مرور الزمن انتقل بنو رزين نحو الشمال الشرقي للأندلس، واستقروا في منطقة السهلة التي عرفت لاحقا باسم البراسين، وقد ظلوا لقرون في ظل الحكم الأموي قبل أن يعلنوا استقلالهم عقب سقوط خلافة قرطبة. وهكذا أسسوا طائفة بني رزين وجعلوا من البراسين عاصمتهم. ازدهرت هذه الإمارة الصغيرة خلال ما يقارب 90 عاما، وتميزت بالثروة والقوة العسكرية، حتى انتهى حكمها سنة 497 هألبن وابام، حين دخلها المرابطون وخلعوا أميرها يحيى بن عبد الملك بن رزين. ورغم زوال دولتهم بالأندلس، فقد تركت بصمتها في التاريخ الإسباني والمغربي على السواء، إذ ما تزال المدينة الجبلية وسلسلتها الجبلية تحتفظ بالاسم نفسه. بني رزين في المغرب. لم تنقطع صلة بني رزين بالمغرب، حيث ظل لهم حضور بارز في منطقة الريف. وقد أشار الحسن الوزان ليون الإفريقي في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي إلى جبل بني رزين قرب ترغة، واصفا سكانه بأنهم يعيشون في أمن ورخاء، يعتمدون على زراعة القمح والزيتون والكروم وتربية الماعز، مستفيدين من طبيعة جبلهم الخصبة والحصينة التي جعلتهم مستقلين عن الخراج. التنظيم الاجتماعي والديني. تتكون قبيلة بني رزين من 5 فرق رئيسية، هي بني مراق 8 مداشر، أوفاس 4 مداشر، تمريخت 6 مداشر، بني قاسم 4 مداشر، الوسطي 8 مداشر. وقد اشتهرت القبيلة بغناها الديني والثقافي، إذ تضم ما يقارب 27 مسجدا و10 أضرحة وزوايا و24 كتابا قرآنيا، إضافة إلى مدرسة للتعليم الديني الثانوي، مما يبرز مكانتها كمركز إشعاع روحي وعلمي في المنطقة. كما يعد سوق بني مراق السوق الرئيسي للقبيلة، حيث يلتقي السكان للتبادل التجاري والاجتماعي. الحضور الإداري والهوية المعاصرة. إداريا، تشكل بني رزين جماعة قروية تحمل اسمها، وهو ما يرسخ هويتها وامتدادها في الزمن. وإلى اليوم لا تزال القبيلة محافظة على طابعها الريف الأصيل وعلاقتها الوثيقة بالأرض، حيث يستمر أبناؤها في ممارسة الفلاحة وتربية الماشية، إلى جانب تمسكهم بعاداتهم الأمازيغية وهويتهم التاريخية. خاتمة. إن قبيلة بني رزين ليست مجرد جماعة قروية صغيرة في الريف المغربي، بل هي جزء من تاريخ متشابك يمتد من جبال غمارة إلى سهول الأندلس. لقد جمعت بين الهوية الأمازيغية الأصيلة والمجد السياسي الذي صنعته في زمن ملوك الطوائف، وما تزال تحتفظ بذكراها في ذاكرة المغرب والأندلس معا. شكرا على المشاهدة.